السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو عدلي من قناتكم الكورة في ملعبك. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، واضغط لايك على هذا الفيديو. فاز النادي الأهلي على طلائع الجيش 2-1 ويتصدر قائمة الدوري المصري برصيد 12 نقطة، ويأتي في المركز الثاني غزل المحلة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث فيوتشر برصيد 10 نقاط فارق الأهداف عن غزل المحلة، وفي المركز الخامس نادي الزمالك برصيد 8 نقاط. برغم فوز النادي الأهلي على طلائع الجيش 2-1، ولكن أداء النادي الأهلي غير مقنع لجماهيره ولعشاق النادي الأهلي. طول عمرنا متعودين على النادي الأهلي إنه حتى لو كسب والأداء مش مقنع بنبقى متضايقين. إحنا كمشجعين للنادي الأهلي بنبقى متضايقين لو الأداء غير مقنع. معلش في الكلمة، لما يكون عندي في ماتش طلائع الجيش في غياب لعلي معلول، وفي الحتة دي في مركز علي معلول مش لاقي حد على دكة البدلاء يحل محل علي معلول بنفس الأداء وبنفس الكفاءة، دي علامة استفهام كبيرة على إدارة النادي الأهلي والمسؤولين عليه ومسؤولين التعاقدات في النادي الأهلي. أنت المفروض كواحد تتعاقد مع لعيبة، لازم النادي الأهلي يبقى زي أيام مانويل جوزيه. أيام مانويل جوزيه كان في على دكة البدلاء فريق تاني غير الفريق الأساسي اللي في الملعب. لازم أنت كواحد مسؤول عن التعاقدات في النادي الأهلي والقائمين في النادي الأهلي واللي يهمهم النادي الأهلي ينافس على كل البطولات ويكون متصدر الدوري بامتياز، إن هما يكونوا جنب النادي الأهلي في حتة زي كده. معلش يعني في الكلمة، النادي الأهلي في ماتش المقاولين في كأس مصر النادي الأهلي كان متعادل 1-1 وجي في ضربات الجزاء كسب. أداء النادي الأهلي في المباراة كان غير مقنع. في المباراة دي ما كانش موجود علي معلول ولا أكرم توفيق، ومكان كان أكرم توفيق محمد هاني. يعني طبعا كل الاحترام لمحمد هاني، بس محمد هاني لعيب عادي. محمد هاني مش بكفاءة أكرم توفيق. لازم يكون عندي أعمل صفقات جامدة لكل المراكز من أول الشناوي لغاية المهاجم محمد شريف. وطبعا احنا عندنا ناس كويسة زي كريم فؤاد، لعيب ممتاز وليه مستقبل كويس مع النادي الأهلي، وإن شاء الله يقدم أداء كويس في الماتشات الجاية. هو بالفعل يعني قدم أداء كويس في الماتشات اللي قبل كده، وإن شاء الله يقدم أداء أكتر من كده كمان. بس أنا بتكلم في نقطة معينة، أنت كمسؤولين للنادي الأهلي لازم أنت تشتغل على النقطة دي. لازم يبقى عندك إن أنت بتفكر إزاي لو واحد اتصاب ولا حصل له أي حاجة ما لعبش بواحد، سوري يعني في الكلمة، أي كلام. ما يبقاش الواحد اللي انا بنزله ده اي كلام. لازم انزل واحد يبقى عنده نفس الكفاءه للعيب اللي اتصاب ولا حصل له اي حاجه، من علي معلول لاكرم توفيق للناس دي كلها. طبعا المدرب الفني كولر مدرب محترم، وان شاء الله يعني يثبت جداره مع النادي الاهلي وينافس على كل البطولات. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، ومفروض ان النادي الاهلي يبقى عنده زي ما كان عنده ايام مانويل جوزيه، عنده فريق على الدكه تاني غير الفريق الاساسي اللي بيبتدي بيه، ونفس الكفاءه اللي على الدكه هو نفس اللي على اللي بيلعب اساسي. المفروض انت كنادي الاهلي تشتغل على الحته دي، تشتغل على المجهود ده، تبذل مجهود في الحته دي، تدور على صفقات، تشوف ناس كويسه. النادي الاهلي مش نادي فقير، النادي الاهلي نادي محترم جدا، واكبر نادي في افريقيا هو النادي الاهلي. ده كان طبعا بخصوص رايي وفي اداء النادي الاهلي في ماتش المقاولين وفي ماتش طلائع الجيش. برغم الفوز الا ان النادي الاهلي اداؤه كان غير مقنع، وقلنا كام سبب ممكن يكون هم سبب ان الاداء كان غير مقنع. ان كان في ناس كتير من الاساسيين مش موجودين، واهمهم كان علي معلول في ماتش المقاولين واكرم توفيق، وفي ماتش طلائع الجيش كان كان علي معلول بس. ده فيما يخص النادي الاهلي. نتكلم بقى على نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير، هو والنادي الاهلي قطبي الكرة المصرية. اتمنى ان نادي الزمالك يرجع لمستواه ويقدم مردود كويس الايام المقبله، واتمنى ان نادي الزمالك يرجع ينافس على الصداره.
برغم إني أهلاوي، ولكني أتمنى إن يكون في منافسة. أنا عايز أتفرّج على دوري مصري نار، عايز أتفرّج على دوري مصري ممتع. نادي الزمالك إن شاء الله يرجع تاني للمستوى المعهود فيه، ولعيبة محترمة وجهاز فني محترم. نادي الزمالك نادي كبير، وإن شاء الله يرجع لمستواه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واستنوني في فيديوهات تانية كتير وتغطية حصرية لكل الماتشات المهمة وآرائنا في كل الماتشات، سواء في الدوري المصري أو كأس العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.